انت عارف ان في وظيفة هدفها الوحيد انها تحول كل فلوس بتصرفها على اعلانات لعائد واضح؟ ده شغل البرفورمانس ماركتير. البرفورمانس ماركتير بيركز على التسويق المدفوع القابل للقياس ads, campaigns, landing pages. هدفه الأساسي ROI يعني العائد من الاستثمار. أهم الأدوات والمهارات اللي المفروض يتعلمها هي الجوجل ادز والميتا ادز والتيك توك ادز والجوجل اناليتكس والداتا ستوديو والاي بي تيستنج والفانل اوبتمايزيشن. اما عن السلم الوظيفي فبيبتدي من اول بيرفورمانس اكزيكتيف، وبعد كده يبقى بيرفورمانس ماركتير، بعد كده يبقى بيرفورمانس مانجر، وبعد كده يوصل لجروس مانجر. اما عن متوسط الرواتب عالميا فبيبتدي من اول $2000 وبيصل لازيد من $6000. مستقبل الوظيفة دي قوي جدا لان كل الشركات بقت عايزة تقيس كل حاجة بالارقام وتحقق اعلى نجاح ممكن. لو عاوز تعمل كارير شيفت للشغلانة دي ابتدي بكورسات برفورمانس ماركتنج وجوجل اناليتكس. جرب تدير حملات اعلانية صغيرة ببادجت صغيرة وتسجل نتائجها، وبعدين اعمل كيس ستادي بتوضح بيها ارقامك علشان تعرف تجيب شغل جديد. كل فلوس بتتصرف في التسويق محتاجة برفورمانس ماركتنج شاطر يحولها لنتائج واضحة.